وفي 4-3-3 محاور الارتكاز أكتر ناس بتجري في الملعب، أكتر ناس بتقوم بأدوار هجومية وأدوار دفاعية. علشان كده واجب جدا ان انت تكون بتحتفظ بثلاث لعيبه عندهم شراسه في استعاده الكره، عندهم وعي تكتيكي وخططي هايل جدا، عندهم قدرات على ان هم يغطوا في الباك رايت لما الباك رايت بيتحول لجناح والجناح يتحول لفيرود، والجناح ده نفسه بيغطي على مكان المحور الارتكاز في حاله الكاونتر اتاك علينا. فاذا انت عدم اختيارك لمحاور ارتكاز قويه هتلاقي ان دايما عندك جاب سواء في نص الملعب او في المساحات خلف الاظهره، ودايما المساحات دي بتكون آه، ثغرات بتؤدي الى اهداف زي ما حصل في ماتش موزمبيق وجه فيه الجون من ورا محمد حمدي، وزي ما حصل في الجون الثاني في ماتش موزمبيق بانك تم اختراقك من قلب الملعب